في كل يوم تقول الأرض: يا ربي دعني أبتلع ابن آدم، فإنه يأكل من رزقك ولا يشكر. وتقول الجبال: يا ربي دعني أطبق على ابن آدم، فإنه يأكل من رزقك ولا يشكرك. وتقول البحار: يا ربي دعني أغرق ابن آدم، فإنه يأكل من رزقك ولا يشكرك. وتقول السماء: يا ربي دعني أتساقط كسفا على ابن آدم، فإنه يأكل من رزقك ولا يشكر. قال: يا مخلوقاتي أأنتم خلقتوه؟ قالوا: لا يا ربنا. قال: لو كنتم خلقتوه لرحمتوه. دعوني وعبادي، فمن تاب إلي فأنا حبيبه، ومن لم يتب إلي فأنا طبيبه، وأنا أرحم بهم من الأم بأولادها. من جاءني تائبا مرحبا بالتائبين، ومن ذهب عاصيا ناديته من قريب. إلى أين تذهب؟ أرأيت ربا غيري؟ أرأيت رحيما سواي؟ هذا هو الله المحب لعباده، الغفور الرحيم. ليس الغفور فقط، بل الودود لعباده. فلنشكر الله على نعمه.